فحسيت ان انتوا بتعملوا لي effort بصراحة، فكان لازم اختار اسم يكون حد منكم اللي قاله. اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم توكس ويز أمنية. يا رب الحلقة دي النهاردة تكون لطيفة ولذيذة. حبيت اعمل لكم حاجة كده تكون refreshing شوية، وفي نفس الوقت الحلقة دي وكذا حلقة بعدها هيكون الوقت بتاع الحلقة نفسه صغير مش كبير، بحيث انها تكون حلقات صغيرة كده تقدروا تشوفوها مثلا وانتوا في طريق، او يعني في اي وقت تقدروا تسمعوا الحلقة. فيديو النهاردة ان شاء الله حاسة ان هو يكون اقرب لان احنا نكون بنتكلم مع بعض كده one to one، فان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في الشانل، وكمان تفولو مي على ماي انستجرام اكاونت عشان هكون هناك، او انا بكون هناك بالفعل مور اكتف عن اليوتيوب. ويلا بينا نبدأ الحلقة. في واحد من اهم عناوين فيديوهات اليوتيوب وفيديوهات الانستجرام وكل الحاجات اللي في الدنيا تقريبا هو ازاي توصلي لكل اللي نفسك فيه. وتبس كتير وحاجات كتير هنقولها على فكرة مهمة وأساسية ومش كليشيه. باي ذا واي هي مش كلام كليشيه، مهم جدا تعرفوه. بس قبل أي حاجة it's all about you. كل اي حاجة هتتعمل وكل حاجة هتنفست فيها ووقت ومجهود وطاقة وفلوس وكل الحاجات دي، قبل اي حاجة هتعمليها لازم تبدأي بنفسك. قبل اي حاجة في الدنيا انت عايزاها تحصل لك ابدأي بنفسك قبل اي حاجة. قبل ما تشتري مش عارفة ايه الجديد، وقبل ما تستثمري في الحاجة الفلانية، وقبل ما تاخدي الكورس ابدأي بنفسك. انتي نمبر 1 لاي قصه نجاح هتحصل واي تغيير هيحصل. يعني انتي لازم تشتغلي على نفسك، على مهاراتك، تشوفي فين نقاط قوتك وفين نقاط ضعفك، ايه شاطره فيه وبتعرفي تعمليه وتشتغلي عليه اكتر وتطوريه اكتر، وايه ما بتعرفيش وايه عندك مشاكل فيه وايه عايز يتعالج وايه عايز يتصلح. كل الحاجات دي هاتي ورقه وقلم واكتبيهم بوينت بوينت. قولي انا شاطره في كذا، انا بعرف اعمل كذا. والحياه ما بتديش لحد الحاجه اللي هو ما بيحاربش عشانها، والحياة مش عايزة حد ضعيف. الحياة عايزة حد بيقوم ويعافر ويشتغل ويقع مرة ويقوم تاني ويتضرب مرة ويقوم اللي بعدها لحد ما يوصل وياخد الحاجة اللي هو عايزها. غير كده انتي مش هتاخدي حاجة من الدنيا دي. الدنيا دي مش عايزة حد لا ضعيف ولا جبان. الدنيا عايزة حد بيعافر وعنده شجاعة كفاية يحلم ويصدق في أحلامه عشان يوصل لها. غير كده مش هتوصلي لأي حاجة خالص. ممكن اقعد اقول لك نقط قد الدنيا، وممكن اجيب لك كتب تنميه بشريه وكتب ومحاضرات علميه، وفي الاخر لو المينتاليتي اللي هنا وانتي مش بتقومي تتحركي من مكانك عشان توصلي للي انتي عايزاه، اقسم بالله كل ده ولا ليه اي لازمه. انتي اللي لازم تقومي من نفسك وتتحركي وتسعي عشان توصلي، وفي الاخر هتوصلي. لان اصلا اول تشالنج انتي هتقابليه في الموضوع ده كله انتي انضباطك تجاه نفسك والانبوتس اللي بتدخليها جوه دماغك، وقد ايه انتي ملتزمه ومنضبطه بكل البلان اللي انتي عملتيها لنفسك عشان توصلي. انتي بالنسبه لنفسك سلاح ذو حدين، قادره تطلعي نفسك 7 سما وقادره تنزلي نفسك 7 ارض. كل الموضوع انتي لازم تشتغلي على نفسك وتصدقي نفسك، وجوه دماغك كده انت عارفه انت هتوصلي ايه. عندك هنا بلان، هنا في بلان ودراعك بينفذ البلان دي. لازم تعرفي كويس انت مين، عايزه ايه، طموحك واهدافك ايه. اكتبي ده على ورقه وقلم، اكتبيه قدامك، علقيه قدامك على اللابتوب، اقعدي اكتبي انا في يوم من الايام هوصل، انا في يوم من الايام هجيب الحاجه اللي نفسي فيها، انا عايزه ابقى دكتوره، انا عايزه ابقى مهندسه، انا عايزه ابقى محاميه. اكتبي كل احلامك، صدقيها واعملي بلان، امشي عليها. امشي عليها عشان تحققي اللي انت عايزاه، اللي انت لازم تكوني مصدقه انك تستحقيه. لان التغيير الاولاني اللي هيحصل في حياتك هيكون فيكي. قبل كل الظروف ما تتهيأ للنجاح ده، انت اول تغيير هيتطبق عليه النجاح ده. نجاحك تجاه نفسك، تجاه الاهداف اللي انت كتبتيها وملتزمه بيها، تجاه البلان اللي انت عاملاها وماشيه عليها بالحرف، مش بتسيبي منها حرف يعدي منك. انت اللي لازم تكوني عارفه انت عايزه ايه من حياتك. احلامك دي عايزاها بعد كام سنه؟ احلامك دي ايه الطريقه اللي هتوصلي لها بيها؟ احلامك دي اصلا ازاي هتسعي وتشتغلي وتظبطي امكانياتك وكل البيئه المحيطه بيكي عشان توصلي في الاخر للي انت عايزاه؟ كل ده شغلك انت على نفسك، وكل ده بيندرج تحت انضباطك تجاه نفسك. انت اللي عارفه انت عايزه ايه في حياتك وايه مش عايزاه في حياتك.
انا فاكره كويس قوي في مره كنت بتكلم مع الثيرابيست بتاعتي، وبنتكلم عن نفسي وعن سلوكي، وان في سلوكيات معينه عايزه لا ما تبقاش موجوده، وسلوكيات معينه لا تماما عايزاها تبقى موجوده. فكنت بقول لها ان انا عايزه اكون البيست فيرجن اوف مي. فالدكتور كانت بتسمعني وبتسجل وكده، وبعدين وقفت كده بعد الكلمه دي قالت لي امنيه معلش ممكن نقف كده شويه؟ قلت لها ماشي اتفضلي. فبتقولي انا عايزه اعرف ايه البيست فيرجن بتاعك، يعني الفيرجن اللي هو البيرفكت بالنسبه لك منك هيبقى ايه مواصفاته؟ فسكت شويه كده، السؤال صدمني، ما فكرتش بالشكل ده قبل كده. فقالت لي يعني تخيلي نفسك كده وانتي الفيرجن اللي انتي عايزاه من نفسك. فعيني فجاه وسعت كده وبدات اركز بقى. لا ده انا عايزاها بتعمل كذا، ليها عادات معينه، اتيتيود بتاعها بشكل معين، بتتكلم بطريقه معينه، بتلبس شكل. انا رسماه في دماغي كل حاجه ان ديتيلز، لقيتني بقول لها انا محتاجه بقى ايه، محتاجه بقى ايه في علاقتي بربنا، محتاجه بقى ايه في علاقتي بالناس اللي حواليا، محتاجه بقى ايه في علاقتي بنفسي، محتاجه بقى ايه في التزامي في شغلي، محتاجه بقى ايه في ستايلي وفي لبسي واللي انا عايزه ابقى شكله. كل حاجه انت عايزاها اكتبيها وارسميها هنا في دماغك. هو ده اللي هيسهل عليكي وصولك للي انت عايزاه. مخك هنا جواه ايه، حاطه ايه جوه دماغك، ايه الانبوتس بتاعتك اللي بتدخليها يوميا لدماغك. عاداتك دلوقتي النهارده واحنا قاعدين كده وانت بتتفرجي على الحلقه دي هي اللي بتوريكي انت هتوصلي لاحلامك ولا لا. بس ده اللي اقدر اقوله لك. قرارك دلوقتي وانت قاعده بتسمعيني، لا انت معاكي حق يا امنيه، انا عندي واحد اتنين تلاته لازم العادات دي تختفي من حياتي، واحد اتنين تلاته لازم العادات دي تبقى موجوده في حياتي، واحد اتنين تلاته لازم اشتغل عليهم كويس عشان اتقل نفسي واثقل مهاراتي. كل ده هيبدا من عندك مش من عندي. بس انت عايزه ايه ده انت اللي عارفاه مش انا اللي عارفاه. انت اللي لازم تكوني عارفه نفسك انف انك تشتغلي على نفسك وتحققي احلامك. انت اللي عارفه احلامك وعارفه انت عايزه ايه من نفسك، مش انا ومش غيري. بس هكون صادقه معاكي هنا في جزئيه مهمه، ان تخيلك عن نفسك ومعرفتك بنفسك بجد ده مش هيجي بسهوله. ده هيجي امتى؟ لما تبداي تقعدي مع نفسك 1 تو 1 كده كتير، تشوفي انت بتحبي ايه ما بتحبيش ايه، ايه بيرضيكي ايه مش بيرضيكي، فين الكومفورت زون بتاعتك، فين الاماكن اللي لا بتكوني حاسه نفسك فيها مش مرتاحه كفايه. ودايما خليكي متاكده بدايه نجاحك هتبدا لما تخرجي من الكومفورت زون بتاعتك. عمر ما في قصه نجاح اتكتبت جوه الكومفورت زون. دايما نجاحك هيبدا لما تخرجي بره الكومفورت زون. الكومفورت زون ده سواء بلدك، سواء شغلك، سواء صحابك، دايرتك المقربه، كل حاجه انت متعوده عليها وخايفه تخرجي براها، تاكدي 100% انت مش هتنجحي جواها. انت هتنجحي لما يبقى عندك شجاعه كفايه تخرجي بره. انا كنت شايفه نفسي هنجح لما اسيب الشغل بتاعي اللي استقلت منه من فتره. دي بدايه نجاحي. انا في وقت من الاوقات كنت شايفه بدايه نجاحي لما اعمل او اخد قرار معين في حياتي لازم اخده. الكومفورت زون اصلا عمرها ما بتخرج منك حاجه مختلفه، دايما بتخرج منك المعتاد اللي انت كده كده بتقدميه وبتعرفي تعمليه. فانت هتكتشفي نفسك امتى؟ لما تخرجي بره الكومفورت زون دي. مهاراتك كلها هتظهر وهتبان وهتشتغلي صح بيها بره الكومفورت زون مش جوه الكومفورت زون بتاعتك. فالبدايه كلها دايما هترجع لك انت. قرارك انت انك تنجحي، قرارك انت انك تخرجي بره الكومفورت زون، قرارك انت في ايه يدخل في حياتك وايه يخرج براها. كل ده هيبدأ منك انت. لازم في وسط كل ده تعرفي احلامك واهدافك بجد، مش الاحلام والاهداف اللي الناس رسمها لك، مش الاحلام والقوالب اللي انت محطوطه فيها وانت بيتهيألك ان هي احلامك. يعني مثلا مش احلامك تسافري مثلا بالي في الهاني مون بتاعك، انت احلامك تروحي عمره في الهاني مون بتاعك. بس من كتر ما بتشوفي حاجه او الناس بتقول حاجه حلوه فانت بدأتي تتخيلي ده احلامك. لا، دورك هنا انك تعرفي احلامك بجد اللي انت عايزاها مش اللي الناس رسماها او مش اللي الناس بتعملها. مثلا انت بيتهيألك ان انت عايزه تدخلي كليه طب، بس الحقيقه ان مش انت عايزه تدخلي كليه طب، باباكي عايز يشوفك دكتوره. طب هل انت عايزه تبقي دكتوره؟ لا، انا عايزه ادخل مثلا فنون جميله، يعني عادي هشتغل وهنجح وهجيب مجموع يدخلني فنون جميله، بس مش عايزه اشتغل ابقى دكتوره، مش عايزه اصلا ادخل كليه طب. فدورك هنا بجد ان انت تعرفي انت عايزه ايه مش الناس عايزه منك. انت احلامك ايه مش الناس بتحلم لك وبتطمح لك بايه.
مشروعك الاول والاكبر والاعظم والاوحد على الاطلاق هو انتي قبل اي حاجه تانية. انتي لما هتكوني كويسه هيطلع منك شغل كويس، هيكون عندك اداء كويس، هتكوني راضيه عن نفسك، فبالتالي هيخرج للمجتمع شخص سوي، هيخرج للمجتمع شخص ناضج، شخص فاهم، شخص واعي، شخص طموح. كل ده هيحصل لما انت تعرفي نفسك صح وتشتغلي على نفسك بجد. انت اصعب جزء في الامتحان ده، فانت محتاجه تجتازي الامتحان ده بجداره. فهي تختاري الانضباط والالتزام وتحديد اولوياتك والحاجات اللي مهم تشتغلي عليها، يا تختاري الكومفورت زون والحياه اللطيفه الجميله اللي فيها سهر وخروج وسفر ومش عارفه رايحه فين وجايه منين، ومبقاش عندك رولز ولا يبقى عندك ستاندرز ولا يبقى عندك باوندريز ولا اي حاجه في حياتك ماشيه صح. تبقي ماشيه كده مع التيار، رايحه هنا شويه وجايه هنا شويه، وفي الاخر it's all about you. انت اللي هتقرري كل حاجه تتعلق بمستقبلك وبالحاضر بتاعك دلوقتي من دلوقتي. كلنا عارفين ان طبيعي الانضباط والشغل وانك تكوني دايما بتختاري الاصح مش اللي على هواكي، ده حاجه صعبه مش حاجه سهله على فكره. عشان كده بقولك دي تشالنج بجد. فانتي محتاجه تقرري انتي عايزه قدام بعد 5 سنين من دلوقتي تشوفي نفسك ازاي، ناجحه محققه احلامك، جزء اتليست من احلامك، ولا قاعده مكانك مستنيه الفرصه تيجي ومش هتيجي، او ممكن تيجي، انا مش هوعدك، ممكن تيجي وممكن ما تجيلكيش. لو انتي شخص محظوظ ممكن الفرص تجيلك، بس لو شخص مش منضبط ومش ملتزم ومش عارف هو عايز ايه، حتى لو الفرصه جاتلك هتضيعيها. فانتي من دلوقتي محتاجه تشتغلي على نفسك، تشتغلي على المايند سيت بتاعك، تشتغلي على سلامك النفسي ومعرفه نفسك وهدوءك. كل الحاجات دي محتاجه تشتغلي عليها من دلوقتي عشان تشوفي نتيجتها قدام. فاللي عايزه اقولهولك ان التغيير دايما صعب، واختياره دايما مش اختيار سهل. اي حاجه في حياتنا جديده ومبهمه ومش معروفه ومش متعودين عليها بدايتها دايما بتكون صعبه، بس لازم تعرفي ان في حاجات تستاهل ان احنا نضحي عشانها، وفي بدايات بتاخدنا لحاجات احلى قدام، فلازم نبداها دلوقتي عشان نوصل للي احنا عايزينه قدام. التغيير دايما صعب، محتاج شجاعه ومحتاج استمراريه بجد عليه. محتاج منك تفكري في نفسك قدام مش في متعتك وانبساطك دلوقتي. محتاجة تكون عندك بعد نظر لنفسك ولأحلامك ولطموحاتك وللحياة اللي انت بجد عايزة تبنيها من دلوقتي لقدام. فده مهم جدا تعرفيه من دلوقتي، سواء انت في اول العشرينات، في نص العشرينات، في اخر العشرينات. it's never too late. مفيش اي حاجة انت متأخرة عنها، دايما عندك وقت وعندك فرصة انك تبدأي حتى لو دلوقتي. كل اللي محتاجة تبدأي بيه هو انتي، هو نفسك، ويكون عندك شجاعة لتقبل الضريبة اللي هتدفعيها عشان التغير ده يحصل فعلا في حياتك للأفضل. الحياة دايما عايزة اللي بيحارب، عايزة اللي عنده شجاعة، عايزة اللي عارف هو عايز ايه. دايما عايزة اللي عنده بلان، اللي عارف هو عايز ايه، اللي مش بيخاف يجرب، اللي مش بيخاف ياخد ريسك، اللي بيبقى عايز يطلع بره الكومفورت زون مش خايف يخرج براها. انما هتيأسي، هتحبطي، هتنساقي ورا السعادة اللي بتكون زائفة لوقت صغير دي، صدقيني هتخسري كتير. وللأسف الحاجة الوحيدة اللي لما بتعدي مش بينفع نجيبها تاني أو نعوضها تاني هي الوقت وهي العمر. بقولك الكلام ده دلوقتي وانا عندي 30 سنة. عندك فرصة لو انت لسه في العشرين، ولو في أول العشرينات أو نصها أو آخرها أو حتى 30 سنة، او لو حتى بعد كده، انت دايما عندك فرصه. كل موضوع محتاج منك ان انت تكوني عارفه انت عايزه ايه، فخلي عندك شجاعه تاخدي اللي انت عايزاه. واتمنى ان الفيديو يكون لطيف صغير بجد استفدتي منه. كده الفيديو بتاعنا خلص للنهارده. ان شاء الله الفيديو ده وكذا فيديو جاي قدام هيكون في سلسله انا عاملاها لكم اسمها ازاي توصلي لكل اللي نفسك فيه او بتحلمي بيه. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. بجد بجد ببقى عايزه اقول لكم كل اللي عندي لو اقدر افيد اي حد فيكم انه يبدا من الاول، انه حتى لو وقع ما يخافش يقوم تاني. تفضلوا تحلموا وما تبطلوش تحلموا، لان بجد الاحلام في يوم من الايام بتبقى حقيقه. واكبر مثال على كده انه لو كان حد جالي من سنتين 3 قال لي ان انا هبقى بكلمكم دلوقتي على السوشيال ميديا تاني وهرجع تاني اون سوشيال ميديا، كان مستحيل اصدق ده. بس ده اللي حاصل دلوقتي، ان انا قاعده بتكلم معاكم على السوشيال ميديا على ماي بلاتفورم دلوقتي على اليوتيوب، واوريدي بكون موجوده معاكم برضو على الانستجرام. فاوعي تصدقي ان الاحلام مش بتتحقق، الاحلام بتتحقق
بس لما انت يبقى عندك الشجاعة تحققيها. اشوفكم في فيديو تاني، اتمنى بجد من قلبي الفيديو يكون عجبكم فعلا فعلا، ما يكونش طويل عليكم. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجديد قريب. باي باي.